اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى. يمكن الشهر ده من اوله كنا دايما كل يوم بنحتفل بالذكرى ال41 لحرب اكتوبر المجيده. الذكرى يمكن انا جيلي ما عاشهاش، بس طبعا بنسمع عنها حكايات وروايات كتير. يمكن النهارده ضيفي اللي منورني اطلق عليه موشا ديان او اطلق على مجموعته كلها الاشباح، وهم اول مجموعه او حصلت او اثرت اول اسير على الجبهه المصريه، وده كان يوم 26/8 عام 68. ضيف النهارده الرائد سمير نوح، من ابطال المجموعه 39 قتال من رجال الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي. اهلا بك يا فندم. اهلا يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبالف صحه وسلامه يا رب. اهلا بك. اول سؤال كده عايزه اساله لك، لما بتفتكر او بيجي الذكرى السنويه لحرب اكتوبر المجيد بتحس بايه؟ هل بتفتكر اللحظات، لحظه الضرب ولحظه النصر ولحظه رفع علم مصر؟ ايه اللي بيجي على بالك في ذكرى انتصارات اكتوبر؟ بكون فخور وسعيد جدا بالنصر اللي احنا الحمد لله ابطال القوات المسلحه وابطال اكتوبر جميعا بنكون فخورين جدا اننا طهرنا بلدنا وارض سيناء من العدو الاسرائيلي اللي كان محتلنا. وطبعا في بدايه كلامي انا بشكر قناه صوت الشعب، وبحيي الشعب المصري كله اللي وقف ورا قوات المسلحه في حرب اكتوبر وفي حرب الاستنزاف. الشعب المصري العظيم أنا دائما أقول عليه القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو صاحب الكلمة العليا حقيقة. بحيي شهدائنا الأبرار على مر العصور الذين ضحوا بحياتهم من أجل مصر اللي روت دماءهم رمال أرض سيناء. بحيي كل راجل وطني عظيم حارب في حرب أكتوبر من جنودنا الأبطال العظماء، الجنود المجهولين. وفي ناس لم يسعفهم الحظ انهم يقعدوا مكاني هذه القعده، وطبعا ربنا ادانا طولة العمر على اساس نقدر نحكي عن الابطال المنسيين والشهداء ومن توفاهم الله، ولم يعني ما يقدروا ما قعدوش القعده بتاعتي دي. فالحمد لله بنحمد ربنا. خلينا نحكي بقى عشان انا عايزه اسمع حضرتك قلت لي 92 عمليه ضد العدو من حرب من 67 الى 73 الى انتصرنا في 73. طبعا انتصرنا في 73. 92 عمليه، كلمني عنهم. لا ده كتير قوي، ده احنا عايزين اسبوع. لا يعني اللي حضرتك فاكره من العمليات او اكتر الحاجات اللي كانت خطر فيها او فيها مخاطره عليك. العمليات الشهيره لان ال 92 عمليه عشان بس الناس كلها تبقى عارفه بتبقى من استطلاع، بتبقى رص الغام، بتبقى ضرب مواقع بالصواريخ، ضربنا مطار الطور بالصواريخ، هجمنا على مواقع إسرائيلية، عملنا كماين. كل دي بتبقى محسوبة من ضمن ال 92 عملية. طيب حرب الاستنزاف، ايه اكتر حاجة حضرتك او بتتذكرها في حرب الاستنزاف؟ طبعا انا دائما ما انساش قائدي البطل الشهيد ابراهيم الرفاعي، ومعظم القادة والناس اللي استشهدوا، منهم الشهيد الأول القائد إبراهيم الرفاعي الذي استشهد يوم 19 أكتوبر عام 1973. 19/10/73 استشهد وهو صائم، وكان بيأمرنا بالفطار، وكنا ساعتها بنحاصر الدبابات في الثغرة في الدفرسوار، وجت قذيفه من احنا بنصد الدبابات ودمرنا منها بعض الدبابات وخليناها تنسحب وطلعت على السويس. الابطال بتوع المقاومه الشعبيه وابطال منظمه سيناء والشعب السويسي العظيم اللي منهم اخي وحبيبي البطل الجلاد من السويس، طبعا دمروا الدبابات وهي داخله السويس. واتعمل يوم 24 أكتوبر العيد القومي للسويس. بحيي طبعا البطل الشهيد عصام الدالي ابن البدرشين اللي طلع مرة مأمورية علشان خاطر يضرب 3 صواريخ على المعسكرات الإسرائيلية عن طريق الأردن، فبدأ
يصادق ناس من منظمة فتح، وبدل ما يضرب صاروخ جابوا له 30 وضرب 33 صاروخ على مدينة بيسان ومدينة إيلات وعلى أي تجمعات. وطبعا يعني اوجبته لا، القوات الشهيد عصام الدالي رحمة الله عليه استشهد في عملية من عمليات اسمها كارانتينة عيون موسى، والعملية دي كانت يوم 31/8 سنة 1969. أنا بحمد ربنا إن أنا لسه فاكر لسه تواريخ لحد دلوقتي. رحنا يعني هبدأ بحضرتك وهجيب لك العمليات إن شاء الله كتير. طيب من اهم العمليات، انا هرجع تاني لوفاه الشهيد طبعا ابراهيم رفاعي، لان حضرتك كنت في ذكرى وفاته، استشهاده وذكرى أيوة استشهاده. كان يوم 19 أكتوبر اللي فات، ورحنا بلده في قريته، والخلالة تبع مركز بالقاس تبع الدهلية أعظم ناس قابلونا استقبال حافل لا أتخيله، وكل سنة بيعملوا معنا هذا الكلام، وبتبقى بدعوة من مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الثانوية بالخلالة. وطبعا الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والقرية بالكامل ما شاء الله، ومنهم الدعاوي بقى من الاستاذ جمال عجين اللي هو في المدرسه، الاستاذ مسعد، يعني بتحتفل الدكتور خالد رفاعي، الناس دي بتحتفلوا كل سنه بذكرى كل سنه. وبروح بقى انا معايا معظم الابطال، بطل محمد شاكر الكاتب والمؤرخ العسكري اللي عمل لنا كتاب يسمى الاشباح، الاستاذ احمد علي عطيه الله. راحوا معانا لواء الطيارين جايين معانا للاحتفاء بذكرى استشهاد البطل ابراهيم الرفاعي. يعني الحقيقه بتبقى البطل ابراهيم سعد عبد العال كان عندكم هنا في القناه من يومين كده. أيوة. اللي هو من صائد الدبابات اللي دمر 18 دبابه و2 عربيه نص جنزير في 90 دقيقه، كان معانا في الاحتفال. معظم الناس حقيقي بتحضر معانا، وكان بيبقى يوم عظيم. سؤال نفسي يا فندم. اتفضلي يا فندم. لما كان بيموت قائد المجموعة أو رئيس يستشهد أو عفوا يستشهد، إيه اللي كان الأثر النفسي اللي كان بيولده عند المجموعة بتاعته؟ طبعا نحن بشر، وطبعا بيبقى عيش وملح، وبنعيش مع بعض أكتر ما بنعيش في بيوتنا. فالقائد الشهيد إبراهيم الرفاعي رحمة الله عليه كان بيتعامل معنا كأبنائه، والأكبر شوية كإخواته. والحقيقة يعني له مواقف كتيرة جدا من الرجولة والجدعنة، وهو من علمنا حب الوطن والفداء بدون مقابل، بدون اننا نقول هنعمل عملية هتدونا كام. يعني فهذا الرجل لا يمكن ان انساه ابدا. الحمد لله ده قائدي العظيم الشهيد ابراهيم الرفاعي رحمة الله عليه، قائد المجموعة، امير شهداء اكتوبر. ايوه، ما امير شهداء اكتوبر دي انا عامل جروب باسم امير شهداء اكتوبر. وهو والناس مسمينه اسد الصعقه، البطل الاسطوره الشهيد ابراهيم الرفاعي رحمه الله عليه، من اعظم الناس الحقيقه يعني. فطبعا يعز علينا لما يستشهد حد مننا، القائد او زميل او حد، بس احنا بنبقى في وقت المعركه احنا قابلنا عدو، بيولد عندك بيولد عندي اني ازيد في القتال واني ابدا اتحرك اكتر حقيقي يعني. ولكن لما استشهد الشهيد ابراهيم الرفاعي هو اصيب ده انا جت جنب منه ومش فيه، وطلعت شظيه صغيره في القلب من الظهر، من ظهره دخلت استشهد. وساعتها الوحيد اللي امر الرئيس السادات رحمه الله عليه برضو بلابد من نقله الى مقابر الاسره بالقاهره، وتم نقله بمقابر الاسره بالقاهره، وله حواديت كتير. هل يا فندم كان في بينكم اتصال وانتم موجودين في وقت الحرب ما بين القياده العليا؟ يعني تقدروا تقولوا بتبلغوا مثلا باعداد المستشهدين؟ ايوه، لان حضرتك قلت انه طلبتوا بنقله من مش طلبنا، او عفوا الرئيس السادات امر بنقله من بيفكرني بالزعيم الخالد جمال عبد الناصر. دي برضه صوره للشهيد ابراهيم الرفاعي. الرئيس جمال عبد الناصر وقت حرب الاستنزاف ما كانش بينام وقت ما نيجي نعبر القناه ونرجع، ينام وقت ما يعرف ان احنا عدنا الى الضفه الغربيه. كان على اتصال بالاب الروحي للمجموعه 39 وهو العميد مصطفى كمال بالشهيد ابراهيم الرفاعي. ولما المرحوم الرئيس السادات لما عرف باستشهاد
البطل ابراهيم الرفاعي الوحيد اللي امر لابد في ناس بتدفن هنا، ايوه بالظبط، لابد من عودته، وتم دفنه في مقابر الاسره بالقاهره الحقيقه. يعني كان بيبقى في مجموعات معاكم بتتحرك بتنقل الجثامين او بتنقل لا احنا بنحارب، ولكن في بقى احنا لما بنحمله في عربيه من العربيات الجيب بتاعتنا عشان نوديه المستشفى الجلاء في الاسماعيليه، بيبداوا هم يتولوا. أيوة بس كان معانا ابن خالته ربنا يكرمه، كان عريف مجند، لازمه في وقت نقله الى حاجه تانية برضو من اللي حضرتك قلت عليها قبل ما تحكي لي عن عمليه الصقر، كلمني عن الشهيد عبد المنعم رياض. الشهيد عبد المنعم رياض دي هي الاخذ بالصقر للشهيد عبد المنعم رياض. وهذه العمليه دائما انا قلتها، يمكن الناس زهقت مني فيها. لا مش بنزهق في كل القنوات، وانا بحكيها عشان ولادنا وعشان شبابنا يعرفوا بان في ناس ضحت بحياتها من اجل مصر. الشهيد عبد المنعم رياض كان في وقف اطلاق النار، وكانت قواتنا المسلحه بتستعيد قواها حتى 8 مارس عام 1968 69 فكنا لسه بنستعيد قوانا من الاسلحه والذخيره والافراد والتدريبات والحاجات دي. بدا الضرب حرب الاستنزاف، ادي الشهيد عبد المنعم رياض رحمه الله عليه، بدا الضرب ند القوات المصريه مع القوات الاسرائيليه يوم 8 مارس عام 69. ضرب، مدفعتنا تضرب، طيراننا بقى ممكن يطلع يضرب الدبابات. وبكده الشهيد البطل الجنرال الذهبي كما سميته الاتحاد السوفيتي، الجنرال الذهبي، حب يمر على ابنائه على الجبهه في الاسماعيليه في منطقه اسمها نمره 6، يتفقدهم ويتفقد الضرب والعمليات اللي بتحصل. فمدفعتنا كانت القوات الاسرائيليه بتضرب واحنا بدانا نضرب. فالموقع اللي اطلق القذيفه اللي قتلت الشهيد عبد المنعم رياض كانوا رصدوا تجمعات، هم ما يعرفوش ان ده رئيس اركان حرب القوات المسلحه، ما يعرفوش، بس كان في تجمعات وبتاع. لما بدا الضرب في خنادق كده مفحوره، البدل الواحد ما يبقى فوق، لا ينزل في قلب الخندق على اساس لو جت دانه بعيده شويه هنا ولا هنا ما تجيش الشظيه تعوره او تقتله. فالناس نزلت جوه الخنادق والمدفعيه ضربت. بدا الموقع ده ضرب دانه جت جنب، مش فيه، جنب الخندق اللي فيه الشهيد عبد المنعم رياض. عملت عمليه تفريغ هواء يعني عملت نزيف داخلي واستشهد في هذا الوقت. طبعا بعد استشهاده ساعتها اصدر الرئيس جمال عبد الناصر للمرحوم اللواء محمد احمد صادق، كان مديرا للمخابرات الحربيه، وهذا الرجل العظيم الوطني بنعتبره الاب الروحي برضه للمجموعه 39 قتال، كان عاملنا اولاده كلنا. فاصدر الرئيس جمال عبد الناصر له لابد، وللشهيد ابراهيم الرفاعي، لابد من الاخذ بالصقر لهذا البطل الشهيد الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض، ولابد من تجهيز عمليه. طبعا احنا دائما مدربين ومعانا كل الاسلحه، معانا كل الفرق اللي لا تتخيليها، من مهندسين عسكريين، توبوغرافيا، صعقه، مظلات، ضفادع، كل الفرق احنا واخدينها. يعني الواحد يترمي في النار ممكن يطلع منها ويطلع انا حي تاني زي ما انا. فطبعا خير اجناد الارض ربنا يخليك. فجهزت العمليه، والشهيد ابراهيم الرفاعي اخذ بعض الضباط، وفي مبنى في الاسماعيليه اسمه مبنى هيئه الارشاد، بيطلع اعلى المبنى ده من البرج بتاع فوق عالي جدا، وبيبدا بالنظارات ويبداوا يشوفوا يستطلعوا الموقع اللي طلع الدانه ده علشان يشوفوا قوته قد ايه، في عربيات قد ايه، في مدرعات ايه، في دبابات ايه، افراده قد ايه، علشان لما نيجي نطلع ونعمل عليهم العمليه نبقى احنا عارفين عدونا وضعه ايه بالظبط. فطبعا تم استطلاع الموقع ده 3 مرات، ويوم ما جينا نطلع العمليه الظهر طلعوا يشوفوا هل زاد ناس، هل زاد
جنود اسرائيليين، هل زادت مدرعات، هل كلام من ده. وبعدين نزل، اخذنا التلقين النهائي في الظهر، اتغدينا كده، وبعدين قال الناس تجمع بعصايه كده، وكان معنا البطل اللواء محي نوح ربنا يديله الصحه، ومجموعه كبيره من الضباط طبعا. وبدا يقول الموقع عباره عن 4 دشم. الدشمه الاولى هيتعين عليها الرائد احمد رجاء عطيه ومعاه سمير نوح ومحمد شاكر، كنا مجموعه من الصاعقه البحريه كنا مع الرائد احمد رجاء عطيه على الدشمه الاولى. يعني ايه الدشمه يا فندم؟ الدشمه اللي هو بقى في الموقع اللي هو الحصين بتاع خط بارليف. الدشمه دي هي اوضه تحت الارض، دشم ومتقسمه. ده موقع من مواقع الحصينه اللي عملها حيين بارليف، وما تضربش لا بمدفعيه ولا بطيران ولا فانتوا دخلتوا الدشم دي ولا رحتوا ضربتوا الدشم دي؟ هقول لحضرتك ولا دبابات تضربها الا يا القنبله الذريه يا الفرد الصعقه اللي هو يقدر يخش برجليه ويبدا يتعامل مع الناس دي. تمام. احنا اتدربنا على ايه يا استاذه؟ احنا عارفين ان الملاجئ او الدشم ديت بتبقى شكلها ايه. يعني من جوه المدفعيه بدات تضرب على الموقع ده. احنا بدانا نعبر الساعه 9 مساء، وكان ايامها المدفعيه بتاعتنا بتضرب على كل المواقع المواجهه، وهم بيضربوا على المواقع بتاعتنا في الاسماعيليه. واحنا بدانا نعبر تحت ضرب النار من الجانبين. كان ايامها بقى قائد المدفعيه للجيش الثاني المرحوم العميد محمد عبد الحليم ابو غزاله، اللي مسك بعد كده المشير محمد عبد الحليم ابو غزاله، اللي كان مسك وزير الدفاع او وزير الحربيه. وبعد كده لما وصلنا تحت الضرب من الجانبين، طبعا اصوات بقى رهيبه بقى، يعني نزلنا قبل بلانشات، نزلنا قبل الموقع بحوالي 100 متر. لما نزلنا قبل الموقع بحوالي 100 متر، الشهيد ابراهيم رفاعي معانا كل لانش فيه او كل مجموعه معاها جهاز لاسلكي على اساس نبقى متصلين ببعض. وانا اشتريت منهم 3 اجهزه بعد نهايه الحرب، ولما بداوا يعرضوهم لان الجهاز يعني ما شاء الله قد كده، يعني حاجه كبيره قوي، بس كان علشان يوصل الاتصالات ببعضها. كان اشتريت بعد الحرب ليه؟ لان خلاص مش محتاجين الاجهزه ديت، لان راحت عليها. كان نفسك تبقى ذكرى يعني مع حضرتك؟ وعندي ذكرى وعندي وبتكلم بيها. كنت مع ابني لما يكون في المساكن مش عارف في شقته فين، اضرب عليه يرد عليا ويكلمني. وبعدين انا اشتريته ومعايا ايه الايصال، وبامن نفسي ان ما اقولوش ده شغال بايه. أيوة ده ماشي. وبعدين ليه بقى؟ لان ايامها كان لسه السلاح بتاعنا ضعيف. احنا لو كان معانا الاسلحه واحنا في عهد التكنولوجيا دلوقتي والتطور، كان زماننا مسحنا اسرائيل دي كلها بالكامل، مسحناها من على وش الارض. ولكن كانت ايامها حاجه واحنا ايامها ودخلتوا اقتحمتوا الدشم او ال4 دشم دول وانت قمت؟ لا ما تسبقيش بقى. حاضر اسكت يعني. حاضر ما تنظريش يعني. حاضر يا فندم. انا بحكي يعني على اساس بدي المعلومه كامله. اتفضل. باختصار برضو والله. ماشي اتفضل يا فندم. فاحنا طلعنا ما كلمت انت اول مره تسمعي برضه لازم تسمعي يا باشا. فطلعنا فوق الشهيد ابراهيم رفاعي قال اوقف الضرب. بيقول لمين؟ للمرحوم العميد مصطفى كمال عشان يكلم قائد المدفعيه المرحوم ابو غزاله. وفعلا وقف الضرب من ناحيتنا. ليه؟ لان احنا عندنا بيضرب على الموقع ده وعلى المواقع كلها، هم بيضربوا من بعيد يضربوا زي ما هم عايزين. الضرب لما لقيناه بيأثر قال له وقف الضرب، ففعلا وقف الضرب. كنا احنا اتحركنا بقينا فوق الموقع. كلهم نزلوا وقت ضرب المدفعيه بيستخبوا جوه الملاجئ من تحت في الاوض. انتوا نزلت لهم بقى؟ لا ما نزلناش. ما نزلتوش. ده هم اللي طلعوا لنا. ده هم اللي طلعوا لنا، لان انا هقول لحضرتك ايه اللي حصل. الملاجئ ديت في الدشم دي فيها هوايات من فوق، ولكن دوت قلت لحضرتك لو اتضرب بطيران ولا ياثر فيه ابدا. هم تحت اخر الانسجام والتكييف وكل حاجه حلوه. فاحنا كنا واخدين معانا قنابل مسيله للدموع دخان، معانا قنابل صوتيه طرقيه، معانا قنابل دفاعيه اللي هي تقتل. أيوة. انا كان معايا 9 خزن، كل خزنه فيها 30 طلقه. معايا 4 قنابل. يعني كنا كلنا
لان بتهجم على موقع اسرائيلي من مواقع الحصينه. وفعلا لما اترمى لهم من الهوايات القنابل الدخان واللي هي مسيله للدموع، بداوا يتخنقوا تحت، فما فيش مفر. وهم كانوا قافلين البيبان، ما احنا لو فاتحين البيبان كنا دخلنا واقتحمنا برضه. ولكن فتحوا البيبان بتاعتهم وبداوا يطلعوا يضربوا نار عشوائي، كل واحد معاه رشاش نص بوصه، معاه بندقيه عوزي، معاه كده، بداوا يطلعوا. والحظ ان معظم الاسرائيليين الجنود والضباط كانوا في الملجأ اللي انا كنت بتعامل عليه انا وزمالي محمد شاكر والشهيد الجيزي الله يرحمه وهنيدي والمجموعه دي. ففوجئنا ليه يا زميل محمد شاكر ده من اسكندريه؟ قال يا سمير دول طالعين هم. رحت انا نطت من فوق الملجأ انا وبطل زميلي اسمه هنيدي مهدي ابو شريف، وبدأنا كل اللي يطلع هم بيطلعين بيضربوا بس كده على طول فقط، ولكن احنا رقدنا لهم على الجنب، وكل اللي يطلع نضرب فيه بالبندقيه آلي، ما فيش قولة فردي طق طق واحده واحده، لا آلي فاتح على طول، كل اللي يطلع نصطاده. قتلت انا وهنيدي 30 عسكري وظابط من اللي طالعين من هذا المكان. باقي زملائي الجلاد وصادق عويس ومجموعه كبيره بداوا يضربوا، قتلوا 14. دي كانت عمليه الصقر لاستشهاد الاخذ بالصقر للشهيد عبد المنعم رياض. طيب خلينا بس عشان ما عادش الا دقيقتين، فانا عايزه اتكلم فيهم عن لحظه العبور. دقيقتين بس؟ ليه هو الوقت قد ايه؟ احنا بقالنا نص ساعه يا فندم. قول لي لحظه العبور، لحظه ما جالكوا الامر ان احنا او اللحظه الحاسمه او لحظه الصفر، دي كانت ازاي وخدتوها ازاي وتصرفتوا على اساسها، او ايه التحركات اللي اتعملت؟ يوم 6 اكتوبر صدرت الاوامر للشهيد ابراهيم الرفاعي، طلعت 3 طيران هليكوبتر وقاموا طلعوا ضربوا منطقه بترول بلاعيم. طب انا كمان عشان النياشين الحلوه دي لازم الناس برضو تعرفها، وحضرتك بتحكي ممكن النياشين دي انا واخد نوت الجمهوريه العسكري من الطبقه الثانيه من الرئيس جمال عبد الناصر. في عمليه الكمين اللي احنا جبنا فيها اول اسير وهو اسمه يعقوب رونيه. ودي منظمه سيناء العربيه منحتني هذا النوت باسم مكتوب عليه. ودي ميداليه 6 اكتوبر طبعا بعتز بيها، افخم من اللي انا باخد له فلوس. والاخير اللي هو الثاني دوت نوت الجمهوريه العسكري من الطبقه الاولى من الرئيس السادات. والاخر بتاع ميداليه العيد ال20 واللي فوق بقى دي وبعدين دي واخد معلمي صاعقه. أيوة. المجموعه 39 قتال، وده وينج مظلات لان انا واخد فرقه مظلات رقم 100 سنه 66. نعم. وبعدين الوقت انا بزعل قوي لما يكون بنجيب تمثيليه ولا مسرحيه بتقعد لها ساعتين. لا احنا ما عندناش تمثيليات ومسرحيات والله يا فندم. لا مش بقصد، ولكن المفروض احنا اللي بنحكي للشباب المفروض اخد وقت كبير على اساس طبعا. لاني انا لا كملت لسان التمساح، طب خلينا نكمل ولا كملت حاجه ولا الكمين ولا قلت حاجه وتقولي لي فاضل لك دقيقتين. طب يا فندم طب خلينا انا مستعد اقعد هنا واقول مانيش منقول. ايه رايك بقى؟ خلينا نقول لحظه العبور. ما هو لحظه العبور طلعت 3 طيارات يوم 6 اكتوبر في اخر ضوء. الناس كانت بتعبر الحاجات دي، احنا كنا لسه. لا الشهيد ابراهيم الرفاعي طلع ومعاه كل طياره يعني 6 افراد، كل طياره فيها 2 من ابطال المجموعه 39 قتال. وطلع دمر خزانات وقود منطقه بلاعيم بالكامل. ظلت النيران بالطيران ومعاهم الابطال بيضربوا بالرشاشات وبالنبل. تم تدمير منطقه خزانات بترول بلاعيم لعدم استفاده العدو ان ما ياخدش البترول ويحاربنا بيه. ظلت مشتعله 3 ايام. عملت كثافه من الدخان الاسود حرمت الاستطلاع الاسرائيلي من طيرانه ان يشوف مسرح العمليات فيها ايه. وهم راجعين رجعت طيارتين واصيبت طياره سقطت في الخليج اسر فيها حبيبي اللواء محمد فؤاد مراد كان برتبه نقيب. واستشهد البطل احمد مطاوع يوم 6 اكتوبر. دي كانت اخر حاجه هسال حضرتك عليها قبل ما اختم. الاغنيه اول اغنيه سمعتوها وانتوا هناك عشان حضرتك كنت بتعلق على الاغاني اللي بتذاع في صوت الشعب. والاغنيه طبعا بسم الله بسم الله اكبر. الله بسم الله. انا بشكرك ببركه الله اكبر
وربنا كان معانا فوق كل شيء. انا بشكرك جدا الرائد سمير نوح، ابطال المجموعه 39 قتال من رجال الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي. اكيد ان شاء الله حضرتك هتنورنا تاني. بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، مصر على الهواء، يمكن فقرات متنوعه النهارده، هيبقى في فاصل وان شاء الله هيكون في فقرات تانية. انتظرونا مع زميل اخر. بشكرك شكرا جزيلا والى اللقاء.